السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. المغرب ربح نيجيريا، لكن خليني نقول لك حاجة. أكبر فوز ما كانش في الملعب. الفوز الحقيقي كان اقتصادي تنظيمي ورسالة وصلت للعالم كامل. نيجيريا ماشي فريق سهل بالطبع، هو عملاق إفريقي، تاريخ، قوة بدنية، نجوم، والمغرب قدر يتجاوزهم بثقة وتنظيم. هاد التأهل النهائي ومواجهة السنغال خلى إفريقيا كامل توقف وتنبهر من قوة المنتخب وقوة البلد المستضيف للكان. لكن اللي ما بانش للناس هو أن المغرب كان كيلعب مباراة أخرى في نفس الوقت. هنا خلونا نهضروا على التنظيم المحكم. الملعب كان واجهة الدولة، من دخول الجماهير لتنظيم الأمن لتوقيت المباريات للنقل للصورة التلفزية. كل شيء كان محسوب، ما كانش ارتجال وما كانتش الفوضى. وكان واضح أن الكاميرات ما كانتش كتصور غير اللاعبين، وإنما كانت كتصور التقدم المغربي على المستوى الإفريقي في كل المجالات. السؤال اللي كيطرح علاش الوفود من أمريكا وبريطانيا جاو للمغرب، والجواب هو أنه ما جاوش يتفرجوا في الماتش، وإنما باش يتعرفوا عن قرب على كيفاش كيتنظم حدث كبير، كيفاش كيتعامل البلد مع جماهير وضغط، كيفاش كيتسير الأمن واللوجستيك. الرسالة كانت واضحة: المغرب بلد منظم مستقر وعنده تجربة حقيقية. من هذا الشيء كامل ما خصناش ننساو الأثر الاقتصادي المباشر. الفنادق كانت عامرة، المطاعم، النقل في المستوى. هذا الشيء ماشي صدفة. كرة القدم ولات أداة اقتصادية، والمغرب عرف كيفاش يستغل اللحظة. بالتالي النهائي مع السنغال ماشي غير مباراة، هو قمة إفريقية وصورة إفريقيا أمام العالم. والمغرب هنا ما كيمثلش غير راسو، وإنما كيمثل نموذج إفريقي ناجح. كخلاصة، المغرب ربح نيجيريا وتأهل للنهائي، لكن الأهم هو أنه ربح الثقة الدولية وربح السمعة وربح المستقبل. المباراة كتسالي في 90 دقيقة، ولكن النتائج ديالها كتبقى لسنين. شكرا لكم على المشاهدة، في انتظار موضوع آخر. ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتديروا لايك وتعليق.